عليكم. خلصت الوجبات بس لسه الارنب ما خلصتش، فانصحوني اعمل ايه بالشوربه بتاعتها يا اخواتي. يعني انا مثلا المحشي بحبه قوي بشوربه البط، انا عشان اول مره اعمل الارانب فما جربتش، فانتوا رايكم ايه؟ دايما اشوف في الافلام بتاعتنا الارانب بعمل ملوخيه بالارانب، انما ايه جميله. فهل اعمل بيها ملوخيه الشوربه، ولا احطها مثلا في شوربه المحشي؟ يعني احطها في المحشي، احطها في يعني انتوا رايكم ايه؟ ادوني رايكم. ولا اطبخ بيها عادي، ولا هي ما يطبخش بيها ما ينفعش؟ يعني اللي جرب يقول لي. تمام. وده طعام النهارده اللي هي الوجبه اللي ب50 جنيه، تبقى عباره عن مكرونه وشاورما. واسال الله ان ربنا يتقبل منه يا رب. هو منتظم معايا، بيطلب مني بصراحه كل يعني هو بيطلب مني على طول يعني بصراحه. جزاه الله خير. الشغل واقف اصلا، والله الشغل واقف جدا يعني الايام دي، بس الحمد لله ربنا يرزق الجميع يعني. إيه الحاجه القليله حتى لو يعني حتى لو رزقه قليل والله العظيم طالما في بركه خلاص انا يعني راضيه الحمد لله يعني. فالحاجه القليله حتى لو جالي اوردر واحد في الشهر كله بحمد ربنا. اهم حاجه البركه، اهم حاجه البركه. سلام عليكم. متنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه